الواحد لا طايق ياكل طبيخ ولا طايق يطبخ اصلا. امال هتاكلينا ايه النهارده؟ هاكلكوا سلطه بس فيها كل الفوائد اللي احنا عايزينها. اما نشوف. شوف يا سيدي، سلقنا شويه رز وزودنا عليهم خضار متقطع مكعبات صغيره مسلوق برضو، عباره عن بسله وجزر وبطاطس. بعدين نزود زيتون مخلي متقطع برضو، بعدين طماطم شايلين قلبها ومتقطعه برضو مكعبات صغيره، وبيض مسلوق متقطع مكعبات صغيره. ايه كل ده وتونه كمان؟ تخيل بقى كميه الفوائد اللي في السلطه دي عامله ازاي. تعالى بقى بسرعه نحضر الصوص. يلا. اوبا، ما عندناش مايونيز. وانت هتغلبي؟ ما تعملي لنا المايونيز يا شيف منى. معاك حق، نضرب مكونات المايونيز كلها ضربة كويسة كده لغاية ما نوصل لقوام المايونيز المظبوط، ونزود معلقتين مايونيز على معلقتين زبادي وعصرة ليمون وملح وفلفل ومعلقة عسل أبيض. نقلبهم كويس وبس كده حضرنا الدريسنج بتاع السلطة. الله ينور. انا متفائل بصراحه، بس انت لو حطيتي الدريسنج ده على السلطه ما هتعجن كده. وهو ده المطلوب. هي دي سلطة فرنساوية أصلا وبتتعمل بالطريقة دي، والحلو فيها إنها بتتاكل باردة والجو حر أصلا. اما ندوق. يلا بسم الله. عم. أظن تحفة تحفة تحفة. الحقي، ده ادم بيقولك اعملها لنا كل يوم. مش قلتلك هتعجبكم؟